النهارده يا جماعه انا جايه اعمل وارد كده واعمل تكمله الفيديو معاش المشيخه. طبعا انا جالي عليه كومنتات مش قادره اقول لكم قد ايه. كومنتات كتيره حلوه وكومنتات من اللي بيسال، وكان في كومنت سلبي جدا مضايقني. جايه ارد عليه النهارده وارد على كل الناس واقول مين اللي يستحق ومين اللي ما ينفعش يقدم، وحاجات كتيره بدل ما احنا عمالين نكتب في كومنتات ومحدش عارف حاجه، مع اني شرحت الفيديو بس برضو هشرحه لكم تاني. بس ما تنسوش تصلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. ما تنسوش اللايك علشان اللايك يرفع الفيديو وكل الناس تقدر تستفاد بيه، وتعملوا للفيديو شير يعني عشان كل الناس تستفاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى أخوات في الدنيا، ربنا يبارك فيكم ويديمكم نعمة في حياتي. لو أول مرة بتشوفوني أنا زينب، ودي قناة حكايات وبنعيشها. أتمنى تنوروني بلايك وكومنت واشتراك علشان يوصلكم مني كل جديد. نسمي ونصلي على رسولنا الكريم ونذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. النهاردة يا جماعة أنا جاية أعمل وأرد كده وأعمل تكملة الفيديو معاش المشيخة. طبعا أنا جالي عليه كومنتات مش قادرة أقول لكم قد إيه. كومنتات كتيرة حلوة وكومنتات من اللي بيسأل، وكان في كومنت سلبي جدا مضايقني. جاية ارد عليه النهاردة وارد على كل الناس واقول مين اللي يستحق ومين اللي ما ينفعش يقدم، وحاجات كتيرة بدل ما احنا عمالين نكتب في كومنتات ومحدش عارف حاجة، مع اني شرحت الفيديو بس برضو هشرحه لكم تاني. بس ما تنسوش تصلوا على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام. ما تنسوش اللايك علشان اللايك يرفع الفيديو وكل الناس تقدر تستفاد بيه، وتعملوا للفيديو شير يعني عشان كل الناس تستفيد. واحده بتقول لي في الكومنتات اخيرا شفتك يا مدام زينب، ده انا بقالي 3 سنين بجيب واحده قريبتها بتجيبها عندها مرض كلى، مرض في الكبد، بتجيبها وانا طبعا هي بتقول ان انا موظفه وهي بتجيبها لي عشان تعمل لها معاش، وانا طبعا بعملها وحش وبوقفها اخر الطابور وبيسندوها، وانا ما سمحتش ان هي تاخد معاش، وحسبي الله ونعم الوكيل فيا. حضرتك يعني كنت مطبقه على قناه ايه؟ شفت الفيلم الاجنبي اللي انت بتقوليه ده؟ انا عايزه اعرف. انا عمري ما كنت موظفه ولا رحت مشيخه الازهر الشريف، انا عرفت معلومات فبقول لكم عليها علشان خاطر ربنا يكبر بخاطركم. اللي محتاج وتنطبق عليه الشروط يعمل المعاش ان شاء الله، وربنا يجعله في ميزان حسناتنا. انما حضرتك قلتش عليا موظفه واخيرا شفتيني يا مدام زينب، شفتيني فين؟ حضرتك بتألفي من عندك وبتحاسبيني وانت اصلا مش فاهمه حاجه. عامة يلا الله يصلح حالك وحالنا وحال المسلمين. انا النهارده يا جماعه جايه هقول لكم الورق المطلوب، وهقول لكم الورقه هاخدها لكم كده وانتوا تاخدوها سكرين وتشوفوا الورقه دي باذن الرحمن ان شاء الله ان شاء الله، علشان خاطر تعرفوا ايه الورق المطلوب واللي هيقدم عن طريق النت. انا هسيب لكم اللينك بتاع الازهر الشريف، بوابه الازهر الشريف في صندوق الوصف. صندوق الوصف يعني ايه؟ يعني تضغطوا على العنوان قوي هتطلع لكم صندوق الوصف ان شاء الله، وهتشوفوا اللينك اللي هتقدروا تدخلوا عليه وتقدموا على بوابه الازهر الشريف. خلينا بقى نسمي كده ونقرا الكومنتات علشان اقول لكم وارد عليها. واحده بتقول لي هنا: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا من محافظه سوهاج، ينفع اعمل المعاش مع العلم عمري 32 سنه ولدي 6 اطفال وجوزي ليس لديه وظيفه، ممكن ينفع؟ قولي لي اعمل طلبات ايه؟ طب انا حضرتك انت عندك 6 اطفال، ربنا يا رب يخليهم لك، جوزك موجود، لا انت فيكي امراض ولا هو في امراض، وعندك 32 سنه، لا يصلح ليكي المعاش. انا قلت يا جماعه المعاش بيبدا من سن يكون كبير، يعني مثلا لو الزوج عنده 50 سنه ويكون مريض والزوجه تكون مريضه، ما كده ما يكونش مثلا موظف، ما يكونش ليه معاش قبل كده. هقول لكم برضو الكومنتات. واحده بتقول لي: انا ارمله ومعايا طفل عنده 1.5 سنة وطفله 8 سنين وقاعدين ايجار حديث ومش باخد معاش شؤون ولا معاش ضمان. كل اللي حضرتك قلتيه اقدم الورق المطلوب. طبعا تروحي تقدمي، لان انت بتقولي حضرتك انك ارمله وقاعده ايجار حديث ومعاكي طفل 1.5 سنة ومعاكي طفله 8 سنين، هنا تستحقي حضرتك المعاش. طيب في حد تاني بيقول لي: انا باخد تكافل وكرامه، ينفع؟ طبعا ينفع، بس لو حضرتك ينطبق عليك الشروط: ارمله، مطلقه، من اصحاب الامراض المزمنه، عند حضرتك اعاقه، يبقى ينفع.
ان حضرتك تاخديه، لا حضرتك بتاخدي تكافل وكرامه ومفيش اي حاجه، لا انت ارمله ولا انت مطلقه ولا ربنا يعافيكي عندك اي مرض ولا عندك اعاقه وسنك صغير، يبقى ما ينفعش تكتفي بالتكافل وكرامه والمعاش ده مش ليكي. طيب ممكن يتصرف للمرأة المعيلة اللي زوجها سايبهم ومش مطلق؟ لا، هما مش بيعترفوا بالموضوع ده، لازم ورق يا جماعة. يعني واحدة برضو قبل كده بتقول لي أنا جوزي على المعاش وبياخد معاش من الشؤون، بس بخيل علينا جدا ومش بيصرف علينا، ينفع أروح أقدم؟ لا طبعا مش هينفع. هما مش بيعترفوا بإنه بخيل على حضرتك أو بيعترفوا بإنه هو سايب حضرتك. طبعا ربنا سبحانه وتعالى يصلح حالنا جميعا يا رب ويهدلكوا أزواجكم، بس مش هينطبق الشروط. برضو واحدة كاتبالي في الكومنتات أنا عندي شقة، عندي بيت ملك، ينفع ان انا اقدم؟ طب حضرتك عندك بيت ملك، ينفع تقدمي على المعاش ده ازاي؟ المعاش ده للناس اللي هي فعلا بجد محتاجه. حضرتك ربنا كرمك ببيت ملك، في غيرك عايش ايجار ما معهوش يدفع الايجار، في غيرك ما معهوش اصلا يكمل الشهر بتاعه، بيصرف على مرضه وعلى اعاقته وراجل كبير وزوجته مريضه او عنده عيل عيان، فهي دي بتبقى الشروط، او واحده مطلقه او ارمله. انما حضرتك عندك بيت ملك وما عندكيش امراض، طب ينفع حضرتك ازاي؟ طيب واحده تانية برضو كانت كاتبالي كومنت بتقول لي انا عندي عربيه فان، عارفه اسمها عربيه تمن او حاجه زي كده، كاتبالي بس مش بتدخل لنا دخل يعني اللي هو، ومش هينفع اعمل المعاش. طب اعمل ايه؟ قولي لي الحل. طب انا اقول لحضرتك، اقول لك الحل ازاي. حضرتك عندك عربيه بتدخلك دخل ما بتدخلك، انت لو بعتيها وشلتي فلوسها وخدتي مبلغ كل شهر تقدري تعيشي، او عملتي مشروع تاني. غيرك مش لاقي، ما ينفعش. وبعدين ليها تأمين، ما ينفعش. واحدة تانية بتقول لي انا عندي تأمين متأمن عليا في الشغل وسبت الشغل والتأمين شغال، هل ده ينفع؟ برضو يا جماعة ما ينفعش، حاجات كتيرة ما ينفعش. انا بس هقرأ لكم. المعاش ينفع لأطفال يتامى بتربيهم أختهم الكبيرة 24 سنة لأن الأب والأم متوفيين، والأخت الكبيرة اللي بتربيهم أصيبت بالسرطان من غير ما أكمل، ربنا يعافينا. ينفع لحضرتك طبعا وتكوني انت الوصي عليهم. يعني بصوا هنا الحالة دي بقى يا جماعة، الأب متوفي، الأم متوفية، الأخت الكبيرة يعافينا ربنا عندها كانسر، معاها 5 إخوات، الحالة دي ينطبق عليها تقدمي الأوراق اللي هقولك عليها في آخر الفيديو، وده ينطبق عليكي. أنا النهاردة بقول مين اللي ينطبق عليه ومين اللي ما ينطبقش عليه، علشان ما نفضلش نزيد ونعيد. أنا بيجيلي كومنتات كتيرة جدا بقعد بالساعات أرد عليها. طيب في زوجة شابة صغيرة في السن من لا ده مش ده، كانوا بيتكلموا عن واحدة في غزة وكانوا طالبين لها إعانة. طيب هنا بتقولك جزاك الله خير، بالله عليكي انا ابني 27 سنة من ذوي الاحتياجات الخاصة ومعاه كارنيه ذوي الاحتياجات، اقدم البرينتر التأمين بتاعه، هو مش بياخد اي معاش وتقرير طبي ووصل نور وافادة؟ طبعا، طبعا وافادة من الشؤون باذن الله ياخد. وكمان بتقول انا مطلقة، طبعا حضرتك مطلقة وابنك 27 سنة من ذوي الاحتياجات الخاصة، معاه كارنيه ذوي الاحتياجات، برضو ينفع. فاهمين قصدي يا جماعه؟ انا بحاول ان انا اقرا لكم الكومنتات علشان خاطر افهمكم. دي اللي بتقول لي مثلا برينتر التامين، برينتر التامين ده يعني واحده بتقول لي داخله بتقول لي الاوراق دي على فكره مكلفه جدا. انا عايزه اعرف الاوراق حضرتك مكلفه جدا فيه. برينتر التامين ده ب 12 جنيه، صوره البطاقه بتاعت حضرتك، قسيمه الجواز او قسيمه قصدي الطلاق، بتاعت شهاده الوفاه، لو هتجيبي صور شهاده الميلاد بتاعت اولادك، لو هتجيبي اثبات من المدرسه، هتجيبي وصل نور، وصل ميه، هتجيبي عقد الايجار. حضرتك ده مكلف معاكي في ايه؟ انت كل اللي هتكلفيه ورقه برينتر تامين ب 12 جنيه ونص، هي دي اللي هتبقى مكلفه؟ لا طبعا دي مش هتكون مكلفه لحضرتك. وهتجيبي افاده من الشؤون الاجتماعيه انك مش بتاخدي معاش، هو ده الورق اللي هيكون حضرتك هتجيبيه. طيب هنا بتقول السلام عليكم، انا باخد معاش ومعايا بنتين، ولد وبنت، وابني متخرجين من كلية التجارة مش شغالين، وهي بتاخد معاش. حضرتك عارفة وضع الشباب، مفيش شغل وبنتي صغيرة في الكلية ومصاريفها كتير جدا، انا باخد معاش ارملة، هل ينفع اقدم؟ لا طبعا ما ينفعش. حضرتك بتاخدي معاش
فمش هينفع تاخدي معاش دون. لو بتاخدي المعاش اقل من 2000 جنيه ممكن حضرتك تقدمي وتكتبي طلب التماس بظروف حضرتك. برضه هقول لكم ازاي تكتبوا الطلب بتاعكم وتقدمي علشان خاطر تحصلي على المعاش ده، لو حضرتك بتاخدي معاش صغير زي ما بتقولي. طيب بالنسبه للي سالوني المعاش بيبدا من كام؟ المعاش بيبدا يا جماعه من 900